شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. عليكم الإخوان، منذ هذه اللحظة الخالدة، منذ أن لبى المغاربة نداء الملك الحسن الثاني رحمه الله، انطلقت مسيرة لا تتوقف، مسيرة إيمان ووطنية ووحدة راسخة في القلوب قبل الحدود، ومن عمق الصحراء المغربية، من رمال شهدت على بطولات رجال آمنوا بأن الأرض لا تسترجع إلا بالإيمان والوحدة. يطل علينا 6 من نوفمبر ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، المسيرة التي صنعتها إرادة شعب وقادها ملك عظيم الحسن الثاني طيب الله ثراه. 46 سنة من المجد والسيادة، 46 سنة من العمل والبناء تتواصل اليوم تحت راية المجد المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من المسيرة فكرا متجددا لا حدثا عابرا. وفي ظل هذه الرؤية المتبصرة قاد السيد نصر بوريطة معركة الدبلوماسية المغربية بذكاء وحنكة، حاملا ملف الصحراء المغربية من قاعة التفاوض إلى ساحة النصر، حتى صار المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة محط إجماع ودعم من دول عبر القارات ال5. عشرات الدول فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة، تعبيرا عن اعتراف صريح ووضيح بأن الصحراء مغربية، وأن العدالة مع المغرب والحق مع المغرب والقوة في وحدة المغرب. ورغم كل المناورات البائسة التي تحاك من طرف النظام الجزائري الحاقد الذي يسعى بكل الطرق لتقسيم الأراضي المغربية عبر جبهة وهمية تدعى البوليساريو، فقد باءت كل محاولاته بالفشل الذريع، وسقطت دعاياته أمام صبر الدبلوماسية المغربية وأمام الحقيقة التي يعرفها العالم أجمع، أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. وبعد أيام سترفع الرايات كما رفعت بالأمس، تردد الحناجر الله أكبر كما رددها الأجداد، ويجدد المغاربة عهدهم بالوفاء، عهد أن تظل الصحراء مغربية، وأن تبقى المملكة المغربية الشريفة موحدة آمنة مزدهرة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. ومن قلوب المغاربة إلى العالم بأسره نقولها بصوت واحد ووثيق: المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. تلك ليست عبارة سياسية، بل قسم تاريخي خالد يجدد كل سنة ويسطر كل يوم بعمل رجال ونساء أوفياء لوطنهم. ومن قناتنا نرفع نداء لكل أبناء الوطن: ادعموا صوت المغرب، اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة وشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع لكي يصل صدى الوحدة والسيادة لكل ركن في هذا العالم، وليعرف الجميع أن المسيرة مستمرة والعهد باق والعز لا يزول. هنا المغرب، هنا أرض المسيرة الخضراء، أرض الرجال والعزة والكرامة والسيادة. وعاش الملك وعاش الشعب المغربي الوفي، وديم المغرب الحر.